اتفرجوا شوفوا جمهور الزريبة لما بيرد بإساءة ازاي. بص يا ابني، انا اقدر احبسك بالشتيمة دي، اقسم بالله اقدر احبسك، بس انا مش هعمل كده علشان انا مسلم، ما ينفعش اعمل في اخويا المسلم كده. ده اولا. انا لو قدمت السكرين شوت اللي خدته للنيابة دلوقتي اقسم بالله تتجمد كتف، بس انا مش هعمل كده عشان احنا داخلين على ايام مفترجة. اما بالنسبة لشتيمة امي، انت ما عندكش الجرأة تقف قدامي تقول لامك، عشان انت ما تعرفش اللي هيحصل فيك ايه، وانا ما اسمحش لنفسي ان ارد عليك من ورا شاشة. لازم تبقى قدامي كده عشان اعرف اواجهك راجل لراجل، انما انت عشان مستخبي ورا شاشة فصعب عليا ان انا اتصرف معاك اي تصرف. لما تبقى بتواجه زي الرجالة ابقى ارد عليك. وبرافو عليهم ابوك وامك، عرفوا يربوا بجد، عرفوا يربوا واحد يجيب لهم الاهانة والتهزيق لحد عندهم وهم قاعدين في البيت. اخس والله مش عارف اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله لك عشان انت بترد زي العيال الصغيرة من ورا شاشة، انا هقتص منك يوم القيامة. لكن انت لو قدامي قسما بالله ربنا اللي يتولاك تحت ايدي، بس عشان انت من ورا شاشة انا مش هرد عليك ولا هتكلم معاك، بس كده. ودي عينة من العينات اللي عمالة تشتم من الزملكاوية. ادي الزملكاوية اللي عمالين يقولوا احنا اتصالحنا وبقى في روح رياضية ومش عارف ايه. ادي اتفرج يا عم، يعني رد عليها بكورة. ذنبها ايه امي تشتمها؟ لساني عاجز ان انا ارد عليك، لان سني ما يسمحليش ان انا ارد على واحد بالطريقه بتاعتك عن طريق فيديو. لا، لو انت قدام انا هرد عليك واعرفك هرد عليك ازاي، انما للاسف انت مش قدامي. بس كده، ومستنيك يوم القيامه اقتص منك ان شاء الله على كلمه امي دي.